حبايبي الحلوين عاملين ايه؟ اهلا بيكم. لو اول مره بتشوفوني انا دعاء. النهارده بقى يا جماعه اول يوم رمضان، كل سنه وكلكم طيبين وبخير يا رب، ورمضان كريم علينا وعليكم كده يا رب ان شاء الله. النهارده بقى عزومة أول يوم رمضان. أنا عملت ده الجزء الأول من العزومة. عاملين بقى محشي كرنب زي ما انتوا شايفين كده معانا بقى، والملوخية والحمام المحشي بالفريك بكل التفاصيل والتكات والأسرار اللي هتخليه. بصي الفريك مفلفل ازاي، والحشوة تحت الجلد، وازاي ياخد اللون ده بتاع المطاعم. كل ده هتعرفيه معايا. بس الأول نصلي ونسلم على سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، ويلا على طول نبدأ في ازاي نعمل المحشي بتاعنا. اول حاجة ادي الكرنب بتاعي اهو، بجيبه وببتدي بقى اقطعه بالسكينة واشيل ورقة ورقة بالشكل ده زي ما انتي شايفة معايا. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله. عندي بقى مية سخنة، بنزل بقى كده فيها بمعلقة من السكر. ما تستغربيش، أيوة معلقة من السكر. ما بحطش ملح في سلق الكرنب عشان الكرنب ما يبقاش مجلد معايا، علشان يستوي بسرعة. ما ياخدش وقت في التسوية. السكر بيسرع عملية التسوية بتاعته وبيبقى طعمه كده حلو قوي. وبعد كده بنزل بقى بورق الكرنب كده زي ما انتي شايفة، و ما بسيبهوش يطول. انا مجرد بنزله كده واروح قلبيه على الناحيه التانية ومطلعاه على طول. ما بسيبهوش يطول خالص، لان الورق بيتحط على بعضه فبيكمل التسويه، بيسوي بعضه. لو انا سبته يستوي قوي وحطيت عليه بقيه الورق، فبالتالي هيتهري معايا ومش هعرف ان انا احشيه. بصي بقى، عايزه تقطعي الكرنب بتاعك في ثواني زي ما انت شايفه كده. بحط الورق على بعضه ليكون كله في مستوى واحد، يعني يكون حجمه قد بعض. واروح شايله زي ما انت شايفه كده الجزء ده طبعا اللي انا بحطه في القعر الحله بتاعتي. ما برميش اي حاجه خالص. بعد كده اروح قطعه بقى كده بالنص وحطاه على بعضه بالشكل ده. وعلى حسب عرض الورقة بتاعتك، عايزة تسيبيها عريضة كده تقطعي. انا قسمتها كده بالنص بالطول، وبعد كده بالعرض بقى قسمتها الاجزاء زي ما انت شايفة كده. حسب الحجم اللي انت عايزاه تقدري تقطعي. قطعنا الكرنب بتاعتنا في ثواني، ما خدتش معانا اي حاجة. بالشكل ده تقدري تقطعي الكرنب بسرعة جدا جدا. ولو هتخزني كرنب 3 4 كرنبات مش هياخدوا معاكي اي وقت خالص. يلا بقى نعمل الخلطة التحفة بتاعتنا. جبت بقى صينية كده، حطيتها على البوتاجاز وحطيت فيها زيت. المحشي يفضل ان هو يتعمل بالزيت عشان يبقى مفلفل كده وحلو معايا. ونزلت عليه بقى بالبصل المفروم. البصل قد ايه؟ حسب الكمية اللي انت هتعمليها يعني. لو نص كيلو بصل بياخد معاكي كيلو ونص من الطماطم. لو كيلو بصل بياخد 3 كيلو من الطماطم. على حسب. لو ربع كيلو هياخد معاكي كيلو الا ربع من الطماطم. مقدار مظبوط امشي عليه وهيبقى مظبوط معاكي جدا. بعد ما بحطيت بقى البصل، هحط الفلفل الرومي زي ما انتوا شايفين كده. والبصل ابتدى ياخد معايا لون، نزلت عليه بفلفل احمر الوان، بيدي تسكيره كده وطعم حلو. بس مش لو مش موجود عندك، هو مش اساسي خالص. زي ما قلت لك هو بيدي تسكيره بس مش اساسي، يعني لو مش موجود ما توقفيش نفسك على حاجه. بعد كده بقى بعد ما البصل اخد لون كده ذهبي حلو، رحت نزلت عليه على طول بعصير الطماطم. واسيب بقى الطماطم دي تتسبك يعني ايه، يعني زي ما انت شايفه معايا كده تقلت القوام، تقل الطماطم، اخدت لون كده احمر حلو. والزيت او الماده الدهنيه طلعت على الوش، ظهرت معايا على الوش زي ما انت شايفه كده. كده الطماطم بتاعتي اتسبكت والتسبيكه بتاعتي بقت جاهزه وزي الفل. اجي بقى اجيب الرز بتاعي. انا هنا عندي كيلو من الرز، حطيت عليه معلقة كبيرة من الزيت علشان الرز بتاعي كده يبقى مفلفل وطعمه حلو جدا. وقلبت الزيت ده، ودي بقى التركة التانية في المحشي بتاعي. بصلاية بقى نية، وتحطي عليها رشة ملح وفلفل اسود وتدعكيها جامد كده لغاية ما البصلة كده تنزل ميتها. وبعد كده تنزلي بيها على الرز. يا سلام على الطعم بقى، ما اقولكيش تحفة. التسبيكة حاجة والبصلة النية دي بتدي طعم تاني خالص. كمان نزلت بمعلقة من التوم المفروم الني. التوم الني ده بيدي ريحة في خلطة المحشي تحفة. بيدي طعم حلو جدا.
وكمان نزلت بالخضرة. الخضرة معايا كزبرة وشبت وبقدونس، بكون غسلاهم كويس جدا جدا وسايباهم كده ينشفوا من المية بتاعتهم، وبعد كده بخرطهم وانزل بيهم على الرز بتاعي. وكمان بحط البهارات، عندي عبارة عن بهارات محشي، كمون، كزبرة، فلفل اسود وشطة طبعا حسب الرغبة. واقلب بقى كل الكلام ده مع بعض واحط التسبيكة بتاعتي واشوف كده تمام. الرز محتاج تاني يبقى لونه احمر كده وحلو، بحط لغاية ما يبقى لونه كده معايا زي ما انتي شايفة. وابدأ بقى الف في المحشي. بحط الرز في نص الورقة وكمية قليلة علشان اسيب الرز يبقى يزيد لغاية ما بخلص كل الكمية اللي معايا. كان عندي كده قرون الفلفل الحراق الشطة دي حشيتها، بتدي طعم تحفة فوق المحشي. تاخدي بقى التركة التالتة معانا وسر من اسرار المحشي بتاعي، ان انا بحط شوية لبن مع الشوربة. باخد شوربة كده تكون دسمة كده وحلوة، حط عليها حبة لبن وبحط عليها معلقة كبيرة من صلصة الطماطم عشان الشوربة تبقى حمرة زي ما انت شايفة معايا كده، وتغلي واروح نازلة بيها بقى على المحشي. اللبن حوالي كوباية كده بس. جربي التركة دي وصدقيني هتفرق معاكي قوي. جربي وان شاء الله انا واثقة انها هتعجبك جدا وهتدعيلي. المحشي كده بيبقى مزبت كده وطعمه في منتهى الروعة والجمال. بعد كده بقى بنزل بالشوربة على المحشي بالشكل ده زي ما انت شايفة. اهم حاجة ان انا يبقى اول صف معايا فوق كده الشوربة مش لحقاه، بيبقى زي ما انت شايفة معايا كده. واهز الصينية او الحلة بتاعتي كويس جدا علشان الشوربة تنزل لغاية تحت فتسويني المحشي كله، ما يبقاش جزء مستوي وجزء لا. واسيب النار عالية كده في الاول، وبعد كده بهدي النار خالص. طبعا بغطي عليه وهدي النار خالص واسيبه يستوي بقى براحته على نار هادية، وبيطلع بالجمال ده زي ما انتي شايفة. بصي بقى المحشي وجماله. المحشي بقى حبة الفلفل اللي حطيناهم من فوق دول نزلوا طعم للكرنب خطير. وكمان المحشي ده جربيه كده احشيه وهيبقى معاكي حلو جدا. الكرنب زي ما انت شايفه بصي بقى مفلفل ازاي، مفيش نقطه شوربه زياده علشان زي ما قلت لك مقدار الشوربه تحطيه ازاي. الرز ما خرجش بره الكرنب وبقى المنظر مش حلو علشان حطيت حبه رز قليلين قوي في نص الورقه بالظبط ولفيت، فالرز استوى اخد زاد بس ما خرجش بره ورقه الكرنب بتاعتي. دي تركات كلها كده خدي بالك منها، هتطلعي احلى محشي كرنب. جربي وان شاء الله هتدعيلي. بصي بقى الفلفل ده وجماله زي ما بقولك تحفة. والكرنب بتاعنا خطير مزبد ودايب، بصي يعني فظيع حلو جدا جدا. في حاجة كمان عملتها بس ما تصورتش، الكاميرا ما كانتش بتصور. بحط بعد ما المحشي يستوي الكرنب بحط عليه معلقة كده سمنة بلدي كده على وش الحلة بتاعتي من فوق، بيديله كده لمعة وبتدي طعم بقى تحفة للكرنب بتاعي. يعني جربي وصدقيني النتيجة هتعجبك جدا جدا. بصي بقى كمان الحمام بتاعنا وجماله، والفريك ازاي مفلفل كده وازاي محشي تحت الجلد وازاي واخد اللون الحلو قوي ده. كل التفاصيل دي هتعرفيها في الجزء الثاني. زي ما قلتلك انا قسمت الفيديو على جزئين علشان ما يبقاش طويل وممل، فقسمته على جزئين. يلا بقى لايك وشير وسبسكرايب وفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد من وصفاتي على القناة. وهستنى تطبيقاتكم وتعليقاتكم لان بجد رأيكم بيهمني جدا وبيفرق معايا جدا جدا. ولو عايزين اي وصفة قولولي في التعليقات وان شاء الله هعملها لكم. يلا باي باي ونتقابل في فيديوهات جاية مع بعض ان شاء الله.